سنة 2014 مهندس شاب اسمه كريم كان شغال في شركة مقاولات كبيرة وفجأة اتهم بجريمة قتل. النيابة قالت ان هو في ليلة الجريمة كان في مكان الجريمة، وشهود قالوا انهم شافوه والأدلة كانت ضده. كريم دخل الحبس الاحتياطي، قضى 6 شهور في السجن. اهله مش مصدقين اللي بيحصل، ازاي ده يحصل من كريم؟ خطيبته سابته، المحكمة كانت قربت تحكم عليه بالإعدام. المحامي بتاعه جاب ورقة صغيرة من دفتر حضور وانصراف من الشركة اللي هو شغال فيها. الورقة دي كانت كفيلة تقلب القضية 180 درجة وتخلي كريم يخرج براءة. النهارده انا هحكي لك القصه كامله، وهقول لك في النص لو كريم كان عمل ايه كان هيتعدم بالغلط، ولو النيابه كانت لاحظت حاجه معينه كان زمانه كسب القضيه. واسالك سؤال يفضل معلق برضه في دماغك، ايه اللي اقوى من شهود العيان في اثباتات البراءه؟ انا المحامي بيتر، وتعالوا بينا نبدا. كريم مهندس مدني كان شغال في شركة مقاولات من الشركات الكبيرة في مدينة العاشر من رمضان. شاب ملتزم وبيحب خطيبته والناس كلها تشهد له بالخير، كمان بيحاول يحوش عشان يسرع من جوازته. يوم الجريمة كان 12 يناير 2014 بالليل في منطقة نائية في القاهرة الجديدة. حصلوا على جثة واحد من التجار متوفي بطلق ناري، اللي هو حد خلص عليه بالمسدس. والنيابة كانت بتعمل شغلها وبتتابع التحقيقات. العثور على الجثة كان حوالي الساعة 10 بالليل. قالوا ان هم شافوا عربية فضية وقفت عند مكان الحادث، وشافوا شخص شعره قصير كان قاعد فيها. للاسف كريم كان عربيته فضيه وكان شعره قصير. هو كان في المنطقه دي في نفس اليوم اللي حصلت فيه الحادثه، انه كان بيزور واحد صاحبه في شقته اللي كان هناك. والنيابه قبضت على كريم حبس احتياطي. الظروف كلها كانت ضده وهو شكله ابتدى ينهار لان مش متوقع ايه اللي بيحصل ده. طيب هنا السؤال، كريم كان فين بالظبط وقت الجريمه؟ لان كريم كان قاعد يقول انا كنت في شقه صاحبي الساعه 8 بالليل. بس مين يصدق؟ مفيش كاميرات، مفيش شهود على الكلام اللي هو بيقوله ده غير صاحبه اللي كان في شقته. فالنيابه ما صدقتش، قضيه دخلت المحكمه والنيابه طلبت الاعدام. الادله كلها ضده. محامي كريم حاول يدافع عنه بس الادله اللي كانت ظاهره قدام النيابه كانت كلها ضده. المحكمه اجلت جلسه النطق بالحكم لمده شهرين. في اثناء المده دي محامي كريم جاب محقق خاص علشان هو متاكد ان الموكل بتاعه ما قتلش حد. المحقق قعد يدور في كل حته. في يوم شاف ورقه صغيره مكتوب فيها دفتر حضور وانصراف شركه كذا، ودي كانت ورقه من ايام الجريمه كانت موجوده في المنطقه. الورقه كانت بتقول ان كريم دخل الشغل يوم 12 يناير الساعه 7 الصبح وطلع الساعه 4 العصر، وعمل ساعات اضافيه في التوكيل برضه. الورقه دي كانت ممضيه من مدير الموارد البشريه. طيب لو كريم كان ساب الشغل فعلا الساعه 4 وراح لصاحبه الساعه 8 بالليل والجريمه اتعملت الساعه 10 بالليل، بس استنى، الورقه مش بتتكلم عن الفتره دي بس. في نفس الورقه كان مسجل كريم ان هو استلم شيكات مقاوله من شركه خارجيه في مكان بعيد. يعني كريم كان في مكان بعيد عن الجريمه تمام، واستلام الشيكات كان مسجل بالتوقيع والامضاء، وده سهل على التحليل الجنائي ان هم يعرفوا اتكتبت امتى وكمان يعملوا التحريات بتاعتهم. وهنا الثغرة الأولى، النيابة كان ممكن تطلب تتبع حركات كريم من المحمول بتاعه، هو كان فين وراح فين وإمتى وإزاي. لو كانت عملت كده كانت هتلاقيه في مكان مختلف عن مكان حدوث الجريمة، لكن النيابة اكتفت بالأدلة اللي معاه. كمان كريم لما انهار ما اتكلمش، هو مصدوم في اللي حصل ده كله، كمان اهله مش متوقعين، وكمان خطيبته اللي سابته في ظروف زي دي. كل حاجه كركبت على دماغه. يوم الحكم القاضي سال النيابه في دليل مادي ان كريم كان موجود في وقت حدوث الجريمه. النيابه ردت وقالت لا، بس الظروف قويه. محامي رفع الورقه اللي لقاها المحقق للقاضي ان هو يشوفها، دي ممكن تغير مجرى القضيه. القاضي اخد ورقه دفتر الحضور دي وقعد يقراها ويفصلها بالظبط. شاف ان كريم في مكان استلام الشيكات. الورقه يبان عليها ان هي مش مزوره، بس برضه هيعملوا تحقيقات عشان يضمنوا ان الورقه دي تمام. هو كان الساعه 8 هناك ومكان بعيد عن الموقع اللي حصلت فيه الجريمه، ياخد اكتر من ساعتين عشان يرجع لموقع الجريمه دي تاني. فالقاضي حسبها، قال لك لا، ده مستحيل يرجع من المكان اللي هو كان فيه يروح المكان التاني في ساعتين بس، لان هو بياخد وقت اطول ولو في زحمه او غيره. المهم القاضي شبه اتاكد ان كريم بريء، وبراءه كريم كانت قريبه بسبب اللي عمله المحامي. ومع كل الاثباتات دي قرر القاضي يحبس كريم لحد ما الشرطه تعمل تحرياتها تاني وتجيب دليل ان كريم ما كانش في مكان الجريمه. فاضل شهر كمان. وهنا الثغرة رقم 2، لو كريم كان استعجل وطلب من المحكمة سرعة الفصل كان ممكن يخرج بعد شهر، لكن صبر في الوقت ده. خطيبته اتأكدت ان هو فعلا المجرم، وشغله كمان ضاع عليه، وحياته للأسف اتدمرت. دلوقتي نيجي لجوهر القضية، فيها ثغرات مهمة. لو اتعملت صح كانت غيرت النتيجة أسرع ووضحت موقف كريم. واحد، ثغرة الإثبات بالموبايل. لو النيابة طلبت تحريات الأجهزة الأمنية عن مكان كريم وقت الجريمة من إشارات الموبايل كانت هتلاقيه مش في مكان الجريمة أساسا، والنيابة ما عملتش كده علشان كانت مقتنعة بالشهود. رقم 2، ثغرة القبض الاحتياطي الطويل. كريم قعد 7 شهور على ذمة التحقيقات بدون دليل
دليل قوي. القانون المصري بيسمح بالحبس الاحتياطي لفترة طويلة في قضايا الجنايات، لكن لو محاميه طلب الإفراج بضمان كان نسبة كبيرة إن القاضي ممكن يقبل. تالت حاجة ثغرة الاعتماد على الشهود. القضية كلها كانت معتمدة على شفنا عربية فضية، لكن الشهود ما أثبتوش رقم العربية ولا الموبايل ولا أي حاجة، يعني دليل ضعيف جدا. رابع حاجة ثغرة دفتر الحضور. لو ما كانوش عرفوا يجيبوا الورقة دي كان زمان كريم دلوقتي معدوم إن هو اللي قتل الشخص ده، كده تكون القصة الأساسية بتاعتنا انتهت. وفي حاجات لازم نحط تحتيها خط. اول حاجه ان الدقيقه من وقتك ممكن تثبت براءتك. تاني حاجه ان الورقه الصغيره اللي ما كانش ليها لازمه في نظر الكل اهم من 100 شاهد ممكن يشهد. لو اتحبست احتياطي استغل الوقت عشان تجمع ادله براءتك، يعني انت لو ما حاولتش تساعد المحامي بتاعك هو مش هيعرف يساعدك. رابع حاجه لو كنت في مكان عام وقت الجريمه ممكن تثبتها بصوره، ممكن تثبتها بكاميرات مراقبه، ممكن تثبتها بايصال. كريم خرج من السجن بس حياته وشغله واهله وقضى سنين عشان يرجع تاني كريم زي الاول، كل ده بسبب ورقه لو ضاعت كان زمانه مات. وبكده نكون انتهينا من قصتنا. لو عجبتك او لقيت فيها مثلا استفاده حتى لو بسيطه ما تنساش اللايك وسبسكرايب وتنشرها لاصحابك، واستنانا في القضيه اللي جايه. سلام.